الجديد ديالي هاد السنه هو البومين، جوج الالبومات. الالبوم الاول سميتو ادم الانسان، يحتوي على 6 اغاني. الاغنيه ديال ادم الانسان تتكلم عن التطرف وعلى الناس اللي تيحلوا يحرموا كما اريد لهم، ياخذون مكان الله. حاشا الله، ولا يعني حاشا. وكاينه اغنيه على اشبيليا، وكاينه اغنيه على على اطفال الشوارع. وانا من هادو 3. فهاد الالبوم هذا زياده على البوم ثاني، هذه 20 سنه ونشتغل عليه، سميتو الاندلس الان. هي رؤيه حداثيه للاندلسي، لانه كما يقال بالفرنسيه لا ديموكراتيزاسيون دو لا ميوزيك اندلس، لان للاسف الموسيقى الاندلسيه منذ مده وهي نخبويه، لان الناس ما تفهموها الا هواتها. فانا حاولت نبسطها في الغناء، في الهارموني، في التوزيع الموسيقي، في التوقيت اللي ما يتعداش 4 دقائق باش يمكن له يبت اعلاميا. وايضا جبت هذا الالبوم، ومن ضمن الالبومات اللي غنوقعها اليوم ان شاء الله جبت واحد العدد كافي باش نوقع الالبومات. اذا هذه السنه كانت جد مهمه جدا. عندي اغنيه على المراه المغربيه سميتها حبيبتي مغربيه، عندي اغنيه مغربيه عن البلد سميتها ماشيه للقدام. واحد المجموعه كثير هاد الاغاني. الحمد لله انا اشتغل بدون توقف. عندي اغنيه مع كريمه السقلي، مع نعيمه سميح، عندي اغنيه مع نضالي بورك في كندا، مجموعه المغنيين والمغنيات تنحاول مع مناجاة رجوي، مع واحد المجموعه كبيره ديال المغنيين ان شاء الله وموجودين، وربما تشوفهم في الصفحه ديالي او في اليوتيوب. الجاليه المغربيه اللي عايشه في الخارج، انا تنعمل جهدي باش نزورها دائما في العالم، وتنعمل جهدي انه دائما اللقاء يكون مجاني، ما يدخلوش الناس يتفرجوا فيه ويدفعوا فلوس، باش نقدر نكون حتى الشباب وكل شيء، حتى اللي ما عندهم واللي ما عندهمش يحضروا. وانا ما تنعتبرهمش يعني برا، تنعتبرهم في قلبي بحال المغاربه كاملين. وحتى في صفحتي لما اتوجه دائما اتوجه لهم، لان انا عشت الغربه وعرفت شنو هي الغربه وحب الوطن. وبالتالي دائما عندك واحد النوستالجيا في اغنيتي، في اغاني موجهه لهم. العفو. العفو. احنا اليوم تنحضروا واحد السهره ديال الفنان الكبير نعمان الحلو، اللي شرفنا من المغرب وجا لدار المغرب اللي انا كنسميها لو سونتر كولتوريل ماروكان. وبهذه المناسبه كنشكر بزاف الدكتور قوام، لان ملي كاين الدكتور قوام وكاينه نهضه ثقافيه كنعيشوها معاه. البروفيسور السي الاستاذ محمد باديج، اللي دائما كيساهموا في هذه التظاهرات الثقافيه الفنيه. فنرجعوا للفنان نعمان الحلو، هو انسان ابن بيئته، بحيث الاغاني اللي كيغنيها دائما على فيها رسائل اولا، فيها مواضيع مهمه. اكثر من ذلك هو تيغني وسي على المدن المغربيه، فهو بحال الى سفير المغرب للبلدان الاخرى. فمثلا كيغني اغنيه ديال على الشاون. هي الشاون مدينه صغيره جميله جدا، والناس من خلال هذه الاغاني ديالو ولاو كيبغيو يكتشفوها، وهذا راه زعما راه بحال قلت سفير سياحي اوسي من مغربي. عنده يا بهجة الايام، مراكش بهجة الايام. هاد الاغنيه ديال كلمه ديال البارولي او الكاتب الكلمات الكبير الشاعر الزجال الكبير عندنا محمد السقلي، وكاين له اغاني اخرى. وهاد الاغاني غير بين قوسين كناخذ انا الاغاني القديمه او الكلاسيكيه ديالنا ديال التراث المغربي، القح والصرف، كنديرهم في مونتاج وكنديروا في حله جديده وكنجددهم. ومن ضمنها هذه الاغنيه ديال مراكش يا بهجة الايام ديال نعمان الحلو. هذا غير باش نقول لك هو اداء وكلمه وعزفا، ويعني نقدر نقولها بدون تحفظ انه فنان شامل. زيد على ذلك انه كيشرفنا في جميع المهرجانات، مثلا سواء الاوروبيه او العربيه على الخصوص. فاحنا كان هذه اللحظه اللي كنعيشوها فيها بزاف د الحوايج، فيها كي قلتي كيجيبوا لنا الثقافه المغربيه حتى لعندنا، سيرتو في دار المغرب. وملي كنقول دار المغرب كاين شباب مغربي اللي حنا يعني ولادنا كنبغيو يتعرفوا حتى على هذه الاغاني وتعرفوا على هذه الكلمات اللي عندها واحد الوزن ثقافي وفني لا يستهان به. العفو.